نحن الآن نعيش في آخر موسم الشتاء المسمى بالربيع، فالربيع يقع في عجز الشتاء والخريف يقع في عجز الصيف، والشتاء يبدأ بموسم اصفري بأول أكتوبر وينتهي في موسم الحميمين بآخر شهر مارس. وخلال هذه الأيام ستودعنا العقارب وتقول لنا مع السلامة ولا رايح تزورنا إلا بعد سنة، ويدخل علينا موسم الحميمين خلال هذه الأيام، والحميمين نجمين وكل نجم 13 يوما والمجموع 26 يوما، وسمي بهذا نتيجة لحمو وجه السماء وباطن الأرض، ونتيجة لهذا الحمو تخرج علينا الحيايا والثعابين والهوام السامة. ولهذا أهلنا الأولين بالشام يسمونه بسعد الخبايا، وقالوا في سعد الخبايا تطلع الحيايا. وفي موسم الحميمين تكون الفوارق الحرارية بين العظمى والصغرى عاليا، فيحدث حمل حراري يتولد عنه أمطار متفرقة. الحميم الأول برد بياع الخبل عباته، الحميم الثاني برد العجوز وهو نادر الحدوث، وإذا حدث تحدث فيها أضرار عظيمة. ولذلك أهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين.